أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد وصينا الإنسان بوالديه. آية في القرآن. أمر الله سبحانه وتعالى الأبناء بطاعة أولياء أمورهم فيما يرضي الله، فيما يرضي الله فقط. اللي ما يرضي الله الأولاد ما يطيعون فيه، الدين ما أمرهم بكده. لكن آيات في القرآن وسط الأبناء لأوليائهم، لأمهاتهم وأبهاتهم. لازم أن إحنا نرجع للدين. أنا هسي داير أرجع للدين على أساس إنه دي ما بنتي، أنا متبري منها. هسي أنا ما بنتي ولا داير أنا إنسان يدافع معي. عدالة السماء الله سبحانه وتعالى بدافع عن حدوده هو. أنا ما بعمل إلا الأسباب، لكن أنا متأكد عدالة السماء موجودة معي، لأن أنا أب. ما ممكن بنت تطلعني أنا كذاب، تطلعني أنا متخلف، تطلعني أنا بتكلم ساكت. إذا كان أنا مشيت القسم جبت أخوه عشان يتحروا معاه، المتحري بيقول كان جا مدير الشرطة ما بينزل أقواله في البلاغ. ليه؟ عشان عارف إنه ده شاهد الاتهام، ده شاهد الاتهام. فبالتالي يا اخواني يا اخواتي الكرام، في تعليقات كثيره نزلت في الفيديو ده، في فيديو البدي احسان احمد ادم عبد الله، في فيديوهات في تعليقات كثيره نزلت في الفيديو حق هذا. هذيل انا بفتكر انه هذه الشعوب الاحرار، هذه الشعوب المتدينين الملتزمين، انا بيتي بيتها. لكن صدقوني، تصدقوني او لا تصدقوني، في رجال دوله ورا الموضوع ده. انا بتهم الكلام ده رجال دوله ورا الموضوع ده. خليه يعتقلوني انا ويجيبوا البيت دي، ما بيحاكموني الا يجيبوا البيت دي، صح؟ خليه يجيبوا البيت دي، خليها تقعد قدامي تقول الكلام ده انها مشت بطوعها، تقول الكلام ده انه انا رفضت اعقد ليها. يا اخي انا ما بشفى، انا ما بشفى انسان، انا بقول كلمه الحق لله سبحانه وتعالى. انا بقول كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ناس دي لا افعال شيوعيين، دي لا افعال، ده لا افعال، دي افعال بتاعت فئات في المجتمع السوداني موجوده، دايرين يطلعوا صوره مضاده عشان تنتهي من امر السودان، وليس الا. لازم الناس تفهم، لازم الناس تجيب. انا هانتظم تاني، هانتظم. الليله انا متوتر شويه، معلش من حقي انا اتوتر. دي ما بيتي، دي ما بيتي، دي ما بيتي. انا مجتهد براء يا اخي. انا امشي النيابه العامه القى الطريق مسدود، انا امشي النيابه اجيب عريضه يدسوها القسم، يدسوها ناس القسم. امشي عشان اطلب البلاغ يمشي التحقيقات الجنائيه، عشان هذا بلاغ فيه غموض، هذا فقط يمشي التحقيقات الجنائيه. خليه يجيبوا البيت دي ودوا التحقيقات الجنائيه وخليها ثاني تسجل الكلام ده من جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منتظر ردودكم، ومنتظر يا رجال الدوله لو في اي جهه طالباني انا. فقط ده تليفوني 09 268 75 99 8، ولا تكلف نفيسه ولا تكلف افراد. انا بجيها في مكتبه، في محل انا بجيها. والسلام عليكم.